محمد غانم أو علي غانم الكواري رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة يسلم درع الدوري العام لنادر أبا بكر صديق. مبروك إذن الشرطة بطل الدوري لهذا الموسم 2019-2020. ألف مبروك إذن هذا على هذه الصور، هذه الفرحة للشرطة. أترككم وأعود إلى زملائي في الاستوديو، زميلي سهيل ومحللينا الكرام، ثم أترك الحديث لكم وألقاكم في مناسبات قادمة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا للزميل محمد الشريف. إذن 3 أشواط دون مقابل، والجولة الختامية للدوري القطري العام للكرة الطائرة 2019-2020. النادي أو نادي الشرطة بطل هذا الموسم بعد التقدم ب3 أشواط دون مقابل كما ذكرت. إذن 25 لقاء 18 نقطة، ومن ثم 25 نقطة لقاء 20، وبنفس النتيجة ينهي الشوط الثالث نادي الشرطة ويتوج باللقب. إذن البطولة الوطنية الثالثة عادت إلى النادي العربي بعد التقدم والفوز على نادي الشرطة، ومن ثم نادي الشرطة يحافظ على لقب ثالث على التوالي في رصيده وينتفض أمام النادي العربي في فاينل هذا الموسم أو الموسم الماضي. هناك نقطة ربما كابتن يوسف جلبت نوعا ما من الانتباه، عملية الحصول على الميدالية. تعتقد أنها فكرة سديدة، يعني فكرة جيدة؟ أعتقد فكرة جيدة على أساس ما ناخذ وقت طويل وما ناخذ فترة طويلة على أساس توزيع النظام هذا. أعتقد يعني المفروض من السنوات القادمة الاحتكاك أيضا. نعم. أعتقد في السنوات القادمة المفروض يكون نفس الطريقة، الطاولة موجودة والميداليات، كل لاعب ياخذ ميداليته ويطلع إلى آخر الملعب.